السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا فاكرين المقدمة الجميلة دي في كل الفيديوهات اللي فاتت. طبعا الناس اللي متابعانا وبسم الله ما شاء الله يعني ناس كتير قوي شكرت فينا، وده يعني والله فعلا بحسن ظنكم، وان الواحد فعلا كان متوكل على الله وكان عامل الحاجة فعلا لله، وكان عاملها بخالص نية ان هو يوصلها لكم بشكل كافي ووافي، ان هي فعلا تساعدكم وبنفس المستوى الفكري اللي هي توصل لكم بشكل كافي ووافي وتفهموها كده على طبق من دهب. تمام. الناس طبعا بتقول ان احنا بقالنا كتير جدا مش بننزل على القناه دي اي حاجه. ليه بقى؟ ايه السبب؟ السبب ان احنا خدنا كوبي رايت على القناه دي، خلاص يعني يعتبر القناه اللي بتاخد كوبي رايت انت لما بتيجي تكمل فيها، لو بعد كده ربنا كرمك والقناه كبرت، هي مش هتجيب اصلا عليك اي حاجه. يعني انت حتى الفيديوهات اللي انت هتنزلها مش هتوصل للناس بالشكل الكافي والوافي، حتى لو انت باذل فيها اقصى مجهودك. فاهمني؟ هي كده شركه اليوتيوب اما بتدي الفيديو كوبي رايت، فاهمني؟ خلاص يبقى بالنسبه لها كده الموضوع خلص. حتى لو هي هتطلع لك الفيديوهات بعد كده وان هي تجيب مشاهدات، هتجيب مشاهدات بسيطه جدا، هتجيب تفاعل بسيط جدا. حتى اما انت تيجي تنزل فيديو بتلاقي ان هو بيرشحه لك لناس كتير جدا. المهم يعني بعد الموضوع ده كله احنا عملنا قناه تانيه جديده، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. عايزك تخش تعمل لايك على كل الفيديوهات، سبسكرايب، وعايزك تعمل لي برضه كومنت على كل الفيديوهات. نزلنا هناك قائمه تشغيل كامله لمحتوى النساء والتوليد. لو انت بتدرس نساء وتوليد، احنا كنا منزلين على القناه دي المنسترول سايكل، وكنا منزلين برضه اللي هو الفيميل جينيتال اورجان. فاهمني؟ الحاجات دي برضه احنا كنا منزلينها في النساء والتوليد. احنا بقى هناك منزلين المحتوى العملي كله زي ما الدكاتره بالظبط كانت بتشرحه لنا، وشارحينه بشكل كافي ووافي، الى حد ما هتلاقي نفسك فاهم بشكل كافي ووافي. المهم بس انا مش هطول عليك، عايزك تروح القناه التانيه تعمل لايك وسبسكرايب. تمام؟ على كل الفيديوهات، انا عايز لايك على كل الفيديوهات، عايز كومنت على كل الفيديوهات. وان شاء الله الفتره الجايه هنحاول ان احنا نجيب الكونتنت بتاع تمريض بالغين، نحاول ان احنا ان شاء الله نبدا فيه تاني ونلخصه تاني، ونبدا ان احنا نشرحه بشكل كافي ووافي، ان انت فعلا حرفيا مش هتبقى محتاج اي حاجه بعد ما تسمع المحاضره، غير ان انت تروح تقرا المحاضره من الكتاب بس، ولا تحفظ حاجه ولا تفهم حاجه تانيه، لانك انت هتطلع واخد المحتوى فاهمه كل حاجه زي ما احنا متعودين مع بعضين. بس يا رب ما كنتش طولت عليك. وعلى فكره الفتره الجايه احنا عاملين جيف اواي على حاجات بنوزعها على القناه التانيه، مش عايز يفوتك الكلام ده كله. بس يا رب ما كنتش طولت عليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.